عنوان حلقة اليوم: دوري السنة دي غدار. دوري السنة دي غدار، ما تعرفش مين الفرقة اللي هتغلب، إن كانت فرقة صغيرة اللي هتغلب ولا فرقة كبيرة. بدليل مباراة أسوان اللي فاتت عملنا مباراة رائعة جميلة جدا وقرابين للفوز، كنا هنغلب 3-4. في آخر الماتش أسوان غلبت المباراة وكلنا طلعنا نهاجم حسام حسن، مع ان لعبنا مباراه جميله جدا. النهارده اسوان غلب الزمالك. طب هنقول ايه بقى؟ احنا احنا عاملين مباراه كبيره وفي اخر دقيقه ضربه جزاء في الوقت الضايع وغلبونا. غدر. هي الدوري السنه دي ما تعرفش الفرقه الصغيره من الفرقه الكبيره. وبعد المباراه لا شك طلعنا خطأ تحكيمي، يعني خطأ تحكيمي بتاعنا. بتكلم على ان الهزيمه، انا بتكلم على ان الفرقه الصغيره النهارده مفيش مقياس بين فرقه كبيره وصغيره. يعني كلنا النهارده قلنا الزمالك هيغلب 4-5، هيتغلب من اسوان وكان مغلوب الشوط الاولاني 2-0. احنا في مباراه اسوان كنا غالبين وضاع مننا فرص كتيره، وهوب في غمضه عين ما تعرفش بقى ضربه جزاء في الاخر مشكوك فيها بتاع اسوان غلبت. اسوان غلب. فالسنه دي مفيش مقياس. الناس اللي هي طالعه تهاجم حسام حسن وتقول مش عارف ايه، لا مفيش مقياس. احسن فرقه في الدوري الزمالك بتتغلب من اسوان. النهارده احنا بنقول لجمهور بورسعيد مبروك على ال3 نقاط. فوز صعب، انا عارف المباراه تكون صعبه مش سهله، وقلت يا ريت نعدي بال3 نقط دول، والحمد لله جبنا ال3 نقط. جبناهم بقى باي شكل. ما الدوري ده عايز انك تجيب ال3 نقط باي شكل بقى. ما احنا لعبنا مطوشه كتير وكان مستوانا فوق العالي، ماتش اسوان لعبنا مباراه كبيره واتغلبنا. اهم حاجه ال3 نقط، وبعد كده بقى باذن الله اللي جاي هيبقى احسن. فاحنا بنقول مبروك للنادي المصري ولجمهور بورسعيد ال3 نقاط دول ومزيد من الانتصارات في الدوري اللي انا بقول عليه دوري غدار. ومعانا ومعاكم كابتن علي بتحليل مباراة المصري والداخلية. كابتن علي، شفت النهارده المباراة؟ طبعا. ايه رايك في المباراة ككل؟ مباراة جيدة، وبالرغم ان الفريق الداخلية كان ليه استحواذ 52% مقابل احنا 48%. ان الدفاع بتاعنا كان مستمر زمان، وحارس المرمى النهارده عاجبني. وحارس المرمى جاد متألق النهارده، كان متألق. واتمنى تستمر هذه الوتيره ورفع مستوى الدفاع بتاع المصري وخط النص والسيطره، وبعدين النقل السريع على الجناحات، لان هم استحوذوا على الكوره في 10 دقائق الاخيره وهددوا المرمى المصري، والحمد لله عدت. والتحكيم كان جيد، افضل من السابق في ماتش اسوان. وانا بقول، انا قلت في البدايه أيوه. دوري السنه دي غدار. ما تعرفش الفرقه الصغيره من الفرقه الكبيره مين اللي هتكسب. أيوه. فالحمد لله على ال3 نقط. وباذن الله بقى نرتب اوراقنا الاسابيع الجاي ونقدر نمشي بقى على طريق الفوز على طول. ونشكر لجنه التحكيم برضو اللي بتعالج السلبيات بتاع التحكيم، عشان البلد محتاجه استقرار ومحتاجه امن وهدوء، ويبقى فيهم مراعاة حالة الاستقرار والاستمرار في الساحة الرياضية وفي الدوري المصري. وعموما في النهاية احنا بنقول لجمهور النادي المصري ألف مبروك، بنقول لمستر كامل عالي ألف مبروك، ونقول مزيد من الانتصارات في المباريات القادمة في ظل ظروف الدوري، وما تعرفش الفرقة الكبيرة من الفرقة الصغيرة. ألف مبروك للنادي المصري. شكرا. الحمد لله.